السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه تانية من حلقات حكم من كندا. حبايبي، على الجانب الاخر النهارده هكلمكم على اسباب تخلي الدراسه في كندا مش افضل اختيار بالنسبه للشخص اللي بيفكر يجي يدرس هنا. اول حاجه خالص، كلكم عارفين ان كندا دوله تعتبر ذات تعليم متميز جدا، متنوع ثقافيا، عندهم اوبشنز كتيره جدا للبرامج الدراسيه اللي انت بتدرسها، لكن في نفس الوقت اسباب تخلي الدراسه في كندا ما هواش الحل الامثل ليك. قبل ما ابدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفني، انا حكم من كندا وبتكلم على المعيشة والدراسة وكل حاجة تتعلق بالحياة في كندا. والحلقة دي ممولة من أكاديمي، مؤسسة بتساعد الناس اللي بتفكر تدرس في كندا إن هي تيجي عن طريق مقابلات وتوفر لهم أفكار بس إن هم ييجوا يدرسوا في كندا. اول حاجه خالص، وهي ان كندا تعتبر دوله ذات تكلفه عاليه شويه في المعيشه. موضوع التكلفه ده في غايه الاهميه، لان في ناس كتير من اللي بتتواصل معايا عن طريق اكاديمي بيبقى عندهم استعداد ان هم يبيعوا ممتلكاتهم في البلاد اللي هم فيها، او ان هم يقدموا على استقاله عشان ياخدوا السيفرنس بتاعهم، او يعملوا كذا حاجه عشان يجوا، بس بيجي يكتشف بعد كده ان ما كانش هو ده الحاجه اللي هو عايز يعملها. فالموضوع ده مهم جدا جدا تاخده في بالك. لو انت بتتكلم كطالب، فانت عندك مصاريف معيشه، عندك مصاريف دراسة، وعندك مصاريف اتصالات وانتقالات في البلد بشكل كبير، فدي بتمثل عائق بالنسبة للبعض ان هم ييجوا يعملوا او يدرسوا في كندا. تاني حاجة بتخلي الدراسة في كندا صعبة لبعض الناس وهو الجو. فالجو هو مشكلته، لو انت مش متعود على الجو البارد، وطبعا ناس كتير من الناس اللي عايشة في دولنا الدافئة ما بتتعودش على الجو البارد ده، فبيبقى بالنسبة لهم فكرة التأقلم بيكون صعب. وفكرة التأقلم مش مجرد ان انت تبقى جاي متعود على دفء او مش دفء، لكن الفكرة ان ساعات بيبقى فيه امبليكيشن، زي ان انت ناس بيجي لها ساعات حالات، بعض الحالات المنتل هيلث ايشوز، ان هي بيبقى من كتر الضغط النفسي بيبقى فيه اكتئاب وفي شويه حاجات. طبعا مشكله الجو دي بتمثل مشكله لمين؟ لو انت حد مثلا ناوي ان هو يبعت زوجته ان هي تيجي تدرس هنا وهو يفضل موجود بره، سواء شغال في الخليج او شغال في اي بلد، فبالنسبه له هتبقى مشكله ان هو يسيب زوجته في مكان الجو فيه تلج على طول والسواقه فيه بيبقى صعبه، او لو هي ساكنه في بيت فتضطر ان هي تجري في التلج قدام البيت بتاعها وهي طالبه وعندها اولاد وحاجات زي كده. فدي نقطه مهمه تبقى انت بس عامل حسابك عليها وانت بتفكر في موضوع الجو. تالت حاجه وهي اللغه رغم ان كندا طبعا يعني معروف ان هي دوله بايلينجوال، تقدر تتكلم انجليزي وفرنساوي، لكن لو انت ما بتقدرش تجيد لغه منهم وهي على سبيل المثال الانجليزيه، فدي هتمثل لك مشكله كبيره في التواصل، في فهم المحاضرات، في كذا حاجه. وطبعا ناس كتير المفروض ان هي بتبقى جايه معاها ايلتس ومعاها حاجات تقدر تخليها تتواصل، لكن بعض الناس بيكون يا دوب محقق الدرجه عشان يجي يدرس، او في بعض الناس كمان بتبقى جايه وهي بتدرس انجليزي، انجلش از سكند لانجوج، فدول بالنسبه لهم ساعات التواصل والتاقلم في الفتره الاولى بيكون صعب، خصوصا ان انت محتاج تتواصل مع الدكاتره بتوعك، محتاج تتواصل مع الطلبه والزملاء بتوعك. فدي لو انت عندك مشكله كبيره قوي، انا انصحك ان انت تعيد التفكير فيها او ان انت تحسنها قبل ما توصل كندا. رابع حاجه وهي فرص العمل بعد التخرج. طبعا معروف ان انت لما بتيجي تدرس من حقك ان انت تقدر تشتغل بعد التخرج لو انت درست في جامعه ديزيجنيتد وبتوفر ان انت بوست جراديويت ورك بيرميت، لكن تظل فرص العمل بعد التخرج ما هياش اسهل حاجه بالنسبه للانترناشونال ستودنتس، وخصوصا لو الطالب ده زي ما قلت كده مثلا بيمر بمراحل مثلا ماديه صعبه، ما تعرفش على ناس كتير، عنده مشكله في التواصل، وعنده مشاكل في ان هو يقدر يعمل كونكشنز في الماركت، فدي بالنسبه له بعد التخرج تظل مشكله الحصول على عمل صعبه. فدي نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ان انت محتاج تدي نفسك شويه وقت بعد التخرج ان انت تلاقي شغل. طب ده بينعكس على ايه؟ بينعكس على ان انت اختيار البرنامج ومده البرنامج. هل انت تختار برنامج سنه واحده يبقى انت عندك بوست جراديويت ورك بيرميت سنه واحده، فبالتالي لو ما لقيتش شغل في اول كام شهر هتبقى مضطر ان انت ترجع. الحاجات دي كلها اوبشنز محتاج ان انت تفكر فيها عن طريق وانت بتعمل بلاننج للدراسه بتاعتك. لكن طبعا دي مش حاجه مخيفه، فيها وظائف كتيره بتكون مرتبطه جدا بالبرنامج اللي انت بتدرسه، فبالتالي لو درست تقدر تطلع تشتغل على طول. وفي النهايه، رغم ان كندا تعتبر مره تانية باكد لكم من افضل الدول اللي في العالم اللي انت ممكن تيجي تدرس فيها، لكن مش بتصلح لكل الناس. عوامل زي الاربع حاجات اللي قلت لكم عليها متعلقه بالتكلفه، كلايمت، لانجويج باريرز او اللغه، واخر حاجه عوامل متعلقه بفرص العمل ممكن تسبب مشكله للكثيرين اللي بيفكروا ييجوا يدرسوا في كندا. عشان كده بنصحكم كويس جدا ان انتوا تركزوا في الاختيارات بتاعتكم اثناء الترتيب واثناء التخطيط للدراسه في كندا قبل ما تبداوا الخطوه، عشان ما تجيش هنا وتكتشف ان في حاجات مش هتقدر تتعامل فيها. ولو انت خلاص عملت الدراسه بتاعتك وخلاص ما عندكش مشكله في الاربع حاجات اللي اتكلمنا عليها دي، وناوي ان انت
تبدأ، فإحنا ممكن نساعدك. أكاديمي ممكن تساعدك عن طريق إن هي بترشح لك برنامج معين في مكان يناسب التكلفة اللي أنت معاك تقدر تدفعها، ويناسب الجو اللي أنت من وجهة نظرك تقدر تتحمله، وحاجات كتير جدا بنشرحها لك فيما يتعلق بالدراسة في كندا. وأهم حاجة هل البرنامج ده بيسمح لك أو بيدي لك فرصة للعمل بعد الدراسة ولا لا، وإيه المجالات اللي أنت ممكن تدرسها عشان تقدر تطلع تشتغل بشكل مباشر على طول بعد التخرج. لو حابب تعرف تتواصل معانا ازاي عن طريق اكاديمي، هسيب لكم اللينك بتاع اكاديمي، البوكينج لينك بتاعنا. لو حابب تتواصل معانا احنا هنكون سعداء جدا بالاجابه على كل تساؤلاتك. مره اخيره اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ويكون مفيد جدا فيما يتعلق بموضوع الدراسه في كندا. لو عندكم اي كومنتس او اي اراء اتمنى ان انا اشوفها في الكومنتس هنا، وما تنساش ان انت لو اول مره تشوفني تعمل لايك وشير عشان مزيد من الكونتنت اللي بيتكلم على الاديوكيشن في كندا. مره تانية اشكركم جدا، انا حكام من كندا واشوفكم على خير. سلام عليكم.